السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كلكم بألف خير وأهلا بكم من جديد. هبتدي دلوقتي أنفذ في الباترون سطر رقم 3. أنا شرحت معاكم سطر رقم 1 وسطر رقم 2. هبتدي دلوقتي في سطر رقم 3. سطر رقم 3 بدايته مربع باللون الأرضية، يعني هشتغل غرزة باللون الأصفر، وبعد كده هلاقي مربعين باللون الأحمر، يبقى هشتغل غرزتين باللون الجنجون. الأول هشيل العلامة وأشتغل الغرزة اللي هي باللون الأصفر، وبعد كده هقفل الغرزة دي باللون الجنجون، لأن المفروض إن أنا هشتغل غرزتين بلون الورد. أشتغل غرزة وبعدين أحط العلامة تاني مكانها، وبعدين أشتغل الغرزة التانية بنفس اللون، وبعدين أرجع بقى للباترون. بعد ما اشتغلت أو نفذت المربع ده أهو، وبعدين مربعين اللون الأحمر عملتهم باللون الجنجون، هلاقي بعد كده 3 مربعات باللون الأرضية، يعني 3 غرز باللون الأصفر، بعد كده مربعين باللون الوردة. يبقى هقفل آخر غرزة معايا دي باللون الأساسي عشان أشتغل بيه 3 غرز. كده 1 2 3، وبعدين برجع تاني للون جنجون عشان أشتغل بيه غرزتين. ادي غرزة وادي تاني غرزة. تمام. تاني غرزة هقفلها باللون اللي عليه الدور، اللي هو انا هنا اهو في تالت سطر، اللي هو اللون الاساسي، عشان فيه مربعين اهو باللون الاساسي. يبقى هقفل تاني غرزة معايا باللون الاساسي واشتغل الغرزتين زي ما الباترون بيقول لي بالظبط. ادي غرزة وادي تاني غرزة. تاني غرزة هقفلها باللون الاخضر، بروح على اللون الاخضر كده واقفل بيه اخر غرزة معايا، لان الباترون طالب مني ان انا اشتغل 3 غرز باللون الاخضر اهو. 1 2 3. بعد ال3 دول هيكون فيه 2 باللون الارضي. اشتغل ال3 الاول اللي هما باللون الاخضر. 1 2 3، وبعد كده بقفل اخر غرزة معايا باللون الاساسي. اعدل كده الغرز بايدي، في غرزتين باللون الاساسي فبنفذهم. ادي 1 وادي تاني غرزة. تاني غرزة بقفلها باللون اللي عليه الدور. ارجع كده للباترون واشوف كده المفروض هنفذ ايه بعد كده. هلاقي مربعين باللون الاخضر، يبقى هشتغل غرزتين باللون الاخضر، واخر حاجة معايا في الوحدة اهو مربع باللون الاساسي، يعني غرزة باللون الاصفر. اقفل الاول اخر غرزة معايا باللون الاخضر عشان اشتغل بيه الغرزتين. ادي غرزة وادي تاني غرزة، وبعدين اقفل تاني غرزة دي باللون الاساسي، لان اخر حاجة معايا في السطر غرزة باللون الاساسي او مربع باللون الاساسي. كده انا خلاص خلصت نفذت السطر لحد الاخر. تمام. فبرجع تاني لسطر رقم
3 من أوله وابتدي أنفذ فيه تاني. في عندي بدايته اهو مربع باللون الأساسي، يبقى لسه هشتغل غرزة بنفس اللون. يبقى المربع الأخير في السطر ده بنفذه غرزة باللون الأساسي وأقفلها بنفس اللون، لأني في بداية السطر في غرزة اللي هي برضو باللون الأساسي أهو. بقفل الغرزة دي باللون الجنجان، يعني طبعا أنا شغالة والباترون قدامي أهو. وارجع كده للباترون تاني، هلاقي بعد المربع اللي باللون الأساسي في أهو مربعين باللون الوردة، فبنفذ برضو بنفس الطريقة غرزتين باللون الجنجان. وبعد كده أنا شغالة أهو الباترون جنبي في 3 غرز باللون الأساسي، فبجيب اللون الأساسي اللي أنا شغالة بيه أشتغل بيه 3 غرز باللون الأساسي. تمام. بعد كده في غرزتين باللون الجنجان، فبقفل آخر غرزة معايا باللون اللي عليه الدور واشتغل العدد اللي مطلوب مني اهو. انا كده نفذت الغرزتين اللي هما بتوع الوردة. هقفل آخر غرزة معايا باللون اللي عليه الدور اللي هو اللون الأساسي اهو. انا نفذت لحد هنا، هلاقي بعد كده مربعين باللون الأساسي، بشتغل غرزتين باللون الأساسي. في هنا معايا 3 مربعات باللون الأخضر، فبنفذ بنفس الطريقة. أشتغل الأول الغرزتين اللي باللون الأساسي 1 2، وبعد كده هروح للون الأخضر وأقفل بيه آخر غرزة معايا وأبدأ أشتغل بيه ال3 غرز زي ما الباترون بيقول لي بالظبط كده. 2 تالت غرزة هقفلها باللون الأساسي، لأن لو رجعت للباترون هلاقي اهو بعد ال3 باللون الأخضر هلاقي غرزتين اهم أو مربعين باللون الأرضية. انتبه كده للباترون وأنا شغالة، طول ما أنا شغالة عيني على الباترون ونفذ زي ما الباترون بيقول لي بالظبط اهو. أعيد بس الغرزة دي تاني عشان في فتلة فلتت مني. تمام. في بعد كده هيقابلني اللون الأخضر، فبقفل بيه آخر غرزة معايا وبرجع كده للباترون اهو. أنا نفذت لحد هنا، هلاقي مربعين باللون الأخضر فهنفذهم، وآخر حاجة عندي مربع باللون الأساسي. أشتغل الأول الغرزتين اللي هما باللون الأخضر ادي غرزة وادي التانية، ومعايا في آخر الوحدة اللي أنا بنفذ فيها مربع باللون الأساسي بشتغل غرزة باللون الأساسي بقفلها طبعا بنفس اللون. ليه بقفلها بنفس اللون؟ لأني بداية سطر رقم 3 اللي أنا بعيد فيه بدايته مربع اهو باللون الأساسي، يبقى هشتغل غرزة كمان باللون الأساسي، وهكذا بنفس الطريقة اللي أنا شرحتها هنفذ سطر رقم 3 كده بنفس الترتيب بتاعه وبنفس ألوانه هنا لحد ما السطر عندي يخلص. هفضل أعيد في سطر رقم 3 كده بنفس الطريقة لحد ما أوصل لآخر السطر. انتهيت من سطر رقم 3 لحد الآخر. آخر حاجة اشتغلتها غرزتين باللون الأخضر وقفلت آخر غرزة باللون الأساسي، فلسه هشتغل دلوقتي الغرزة اللي هي باللون الأصفر. هراجع معاكم الباترون. سطر رقم 3 آخره مربعين اهو باللون الأخضر ومربع باللون الأساسي. دلوقتي بقى هبدأ أشتغل في سطر رقم
4. سطر رقم 4 بدايته مربعين باللون الأحمر أو بلون الوردة، فهنفذ هنا باللون الجنجان. يبقى هنا بما إني بداية سطر رقم 4 بلون مختلف، يبقى هشتغل الغرزة دي اللي هي آخر غرزة معايا في السطر اللي هي باللون الأساسي، وهقفلها باللون اللي عليه الدور اللي هو الجنجان. وهشيل بقى العلامة وابتدي انفذ الغرزتين زي ما الباترون طالب مني. ادي غرزة، والغرزة دي هرجع احط فيها العلامة تاني عشان دي بتاعت بداية السطر. وهشتغل غرزة رقم 2 باللون الجنجان، بس طبعا هقفلها باللون اللي عليه الدور. هرجع كده للباترون، اللون اللي عليه الدور هلاقيه مربع باللون الأرضية اهو، يبقى غرزة باللون الأساسي، وهلاقي 3 مربعات باللون بتاع الوردة، يبقى 3 غرز باللون الجنجان، وبعدين غرزة أو مربع باللون الأساسي، يبقى غرزة باللون الأساسي، وآدي اهو مربعين يبقى أنا هعملهم باللون الجنجان. أقفل الأول الغرزة دي أو آخر غرزة معايا باللون الأصفر، وهشتغل غرزة باللون الأصفر أو الأساسي، وبعدين هرجع تاني للون الجنجان عشان هشتغل بيه 3 غرز. ادي 1 وغرزة رقم 2، وادي غرزة رقم 3. غرزة رقم 3 هقفلها باللون الأصفر لأن الباترون طالب مني إن أنا هشتغل غرزة باللون الأساسي. هشتغل كده الغرزة وبعدين أرجع تاني للجنجان وهشتغل باللون الجنجان غرزتين. ادي غرزة وادي تاني غرزة. تاني غرزة طبعا مش بقفلها غير لما اشوف اللون اللي عليه الدور علشان خاطر اقفل بيه تاني غرزة. انا بالتحديد هنا اهو نفذت المربعين دول، هيقابلني بعد كده مربعين باللون الاساسي و3 مربعات باللون الاخضر. يبقى الغرزة التانية دي بالجنجان هقفلها باللون الاساسي لاني هشتغل بيه غرزتين. ادي غرزة وادي تاني غرزة. تاني غرزة هقفلها باللون الأخضر وهشتغل باللون الأخضر 3 غرز. ادي 1 2 3. تالت غرزة بروح كده للباترون بشوف المفروض ايه اللي عليه الدور. هلاقي انا هنا خلاص بالتحديد هنا هلاقي مربع باللون الاساسي وهلاقي مربعين باللون الاخضر ومربع باللون الاساسي. يبقى هقفل اخر غرزة دي معايا او تاني غرزة باللون الاخضر هقفلها باللون الاساسي، هشتغل بيه غرزة زي ما الباترون طالب مني، وبعد كده هقفل الغرزة دي باللون الأخضر لأني في الباترون في مربعين باللون الأخضر، فهشتغل كده غرزتين. ادي غرزة وادي التانية. آخر حاجة معايا في سطر رقم 4 مربع باللون الأساسي، يبقى أنا هشتغل غرزة باللون الأساسي. مش هقفل الغرزة دي غير لما ارجع تاني للباترون واشوف انا كده خلاص خلصت سطر رقم 4 نفذته لحد الاخر. هرجع تاني
لسطر رقم 4 وابتديه من أول وجديد، هلاقي بدايته مربعين بلون الوردة. يبقى أنا الغرزة دي هقفلها باللون الجنجون وابتدي أشتغل بيه. الباترون طالب مني أو في الباترون مربعين، يبقى أنا بشتغل غرزتين، وهكذا هبتدي بقى أنفذ في سطر رقم 4 بنفس الطريقة. أنفذه كده بالترتيب بتاعة المربعات بعددهم وبألوانهم، كل لون بشوف قد ايه وابتدي انفذ زي ما الباترون او السطر طالب مني بالظبط لحد النهاية، وبعدين ارجع تاني اعيد السطر من اول وجديد واخلصه وارجع له تاني من اول وجديد لحد ما السطر هنا عندي يخلص. هخلص كده سطر رقم 4 لحد النهاية. بعد ما اخلص سطر رقم 4 هبتدي اشتغل السطور اللي بعدها بنفس الطريقة. خلصت سطر رقم 4 هروح على سطر رقم 5 هنفذه برضو بنفس الطريقة، سطر رقم 6 بنفس الطريقة، سطر رقم 7، سطر رقم 8. يعني هنفذ دلوقتي لحد سطر رقم 8 وهرجع لكم تاني. خلاص كده أنا انتهيت من سطر رقم 8. هرجع معاكم برضو للباترون. أنا نفذت لحد السطر ده اللي هو سطر رقم 8. تمام. عايزة أوريكم الشكل برضو من هنا. أنا عايزة الشغل يطلع معاكم مرتب كده بنفس الطريقة والارتفاع كله سوا واحد. أشوف بقى تطبيقاتكم من خلال الجروب.